السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ نصلي على الحبيب المصطفى قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آه بصي يا حبايبي، النهارده ان شاء الله باذن الله جايه لكم فيديو بسيط جدا وسهل جدا جدا. هنعمل مع بعض الفول النابت، شوربة الفول النابت. تمام. انا كان معايا كيلو فول، غسلته ونقعته ليلة كاملة في المية بتاعته. وبعد كده جبت شاشة فلينة ما محدش لبسها خالص، وحطيت الفول في قلب منه وسبته يومين بالظبط. وكل ما الفلينة تنشف ببخبخها كده بشوية مية علشان يزرع. تمام كده. وبعد ما زرع زي ما انتم شايفين كده حطيته في المصفى وغسلته زي ما انتم شايفين. طبعا انا غسلته غسلة حلوة جدا وبقى خلاص ما شاء الله زي الفل يعني. تمام كده. طبعا انا جبت معايا حله فيها ميه وسبتها تتغلي، ونزلت ببصلتين. عايزه تقطعي البصلتين مفيش مشكله، عايزه تقطعها نصين زي ما انا عاملاه كده عادي برضو. تمام. بس اهم حاجه الميه تغلي الاول. قسمت نص الفول، خدت النص اهوت ونزلت بيه في قلب الميه المغليه. مش هنحط اي بهارات خالص ولا اي حاجه لحد لما يطلع الريم بتاعه. طبعا دي بكالوريات بتطلع ريم معروفة. تمام كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. واللي وصل معايا لحد كده ما ينساش اللايك والشير ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. كل ما انزل فيديو ينزل له على طول ويبقى معانا ان شاء الله، وعيلتنا تكبر بيكم باذن الله. اهو زي ما انتم شايفين، اهم حاجه كل ما يطلع ريم تشيليه على طول اول باول كده اهو. تمام. زي ما انتم شايفين طبعا البهارات بتاعتنا، كل حاجة من البهارات نص معلقة صغيرة، نص معلقة كمون، نص معلقة ملح، آه، كزبرة ناشفة، فلفل أسمر كده يعني. مرق الدجاج طبعا اختياري، مش عايزة تحطها ما تحطهاش. طبعا احنا خدنا نص الفول بتاعنا هنعمله بصلصة، طريقة جديدة وجميلة جدا ولذيذة. بس جربي واكتبي لي في الكومنتات ان انت جربتي طريقتي دي، ولو عجبتكم اكتبي لي في الكومنتات. تمام كده. طبعا كل ما ينزل الريم بتشيلي زي ما انت شايفه كده. دي ايه؟ الشوربه بتاعتنا، شوربه ايه؟ الفول النابت. لذيذه جدا يا جماعه ومغذيه، بجد بجد مفيده جدا ومغذيه. نزلنا بالبهارات بتاعتنا زي ما قلت لكم اهو، من كل حاجه نص معلقه صغيره. نقول البهارات تاني: فلفل اسمر، كمون، كزبره، ملح، مرق الدجاج اختياري. تمام كده. طبعا بقى ايه، هنسيبه على نار هاديه يعيش مع نفسه كده ويستوي براحته. طبعا هنعمل الطشه بتاعته. الطشه بتاعته عباره عن ايه يا حبايبي؟ طبعا هنجيب 3 4 فصوص توم. ونجيب الاول ايه يعني شويه زيت او زبده او سمنه اللي متوفر عندي، وهنحط التوم بتاعنا. تمام كده. هننزل بالكزبره، شويه كزبره صغيرين خالص اهو. دي الطشه بتاعت شوربة الفول النابت. والله يا جماعة مغذية جدا على فكرة. انا رحت جبت علبة فول نابت، مش عايزة اذكر يعني حد انا جايبة منه. انا معرفش هم عاملينها ازاي، استغفر الله العظيم. ما كانش لها طعم خالص، معرفش يعني نقعينها فين ولا مش عارفه، بس ما كانش لها طعم خالص. وغالية يعني، ماهاش رخيصة. لا الفول النابت بيتباع المعلبات غالي والله العظيم، والله بص غالي. ويا ريت غالي ونضيف وطعمه حلو، لا ما كانش حلو خالص. طبعا انا طشيت التومه بتاعته وسيبته بقى على نار هاديه يعيش مع نفسه كده ويستوي. طبعا احنا هنعمل نص الكميه التانية بالصلصه. تمام. لو عندك طماطم فريش مفيش مشكله برضو. طبعا قطعت البصلايه تقطيع صغير مع فصين توم اللي شوحتهم كده
ونزلت بالصلصه بتاعتنا هي. جربوا بس الطريقه كده وانتم ان شاء الله هتعجبكم جدا. طبعا ممكن في ناس ما مش عارفه يعني الفول النابت بالصلصه، بس انا بعمله بالصلصه وبعمله شوربه فول نابت. بعمل الاتنين عشان انا عندي في عيل بيحب ده وفي عيل بيحب ده. احنا لازم بقى نعمل اللي اولادنا بتحبه يعني. او برضك فلفل اسمر، ملح، كمون، مرقه دجاج، بس كده. دي البهارات بتاعتنا برضه. عايزه تضيفي انت اي بهارات تانية، دي حاجه ترجع لك انت يعني براحتك. تمام. هتبقى ننزل طبعا بالفول بتاعنا، نديله بقى ايه تشويحتين كده مع الصلصه بتاعتنا. طبعا بقى يا حبايبي انتوا عارفين ان احنا بقينا اخر الشهر، نعمل بقى اكل اقتصادي شويه يعني. والله العظيم بجد بجد الفول ده، الفول النابت عموما اصلا بروتين ومغذي جدا جدا، وممكن ناس كتير تعرف الفول النابت مفيد قد ايه. لا بجد بجد هو مفيد، يعني هو مغذي. في ناس ممكن ما تحبوش وفي ناس بتحب، بس اللي بيحبه ويجربه على طريقتي يكتب لي في الكومنتات. طبعا دي الشوربه بتاعتنا سيبها بقى ايه تعيش مع نفسها كده وتستوي كده على نار هاديه. وطبعا دي الفول بتاعنا، طبعا احنا شوحنا شويه زي ما قلت لكم وزودته ميه مغليه. وطبعا دي الرز الابيض بتاعنا، هو لازم يكون جنب اللي هو النابت اللي بالصلصه ده رز ابيض. اما الشوربه بنشربها كده يعني، اهو زي ما انتم شايفين كده بنغرف طبق الشوربه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو. والله يا جماعه لذيذ لذيذ ومستويه وطعمها زي السكر. حبايه الفول مستويه اهو. طبعا الليمون بقى، عصير الليمون بقى وشربت احلى طبق شوربة نابت مغذية جدا ومفيدة وبروتين عالي جدا جدا. طبعا دي كان غدانا النهاردة، دي الفول النابت اللي هو بالصلصة، والرز الابيض بتاعنا وشوربة الفول النابت بتاعتنا برضو اهي. ولو وصلت معايا لحد كده ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.